الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. سوف نخبر لكم عن بعض أخبار كرة القدم. والخبر الأول عن ماذا قال بيب جوارديولا عن عمر مرموش. عمر مرموش قام بتحركات مذهلة أمام تشيلسي. مرموش رجل هادئ يتمتع بالسرعة والذكاء والتسديد والعدوانية على المرمى، حتى أنه ذكي في الدفاع. أنا سعيد جدا بما رأيته حتى الآن. وثاني خبر أن أشرف بن شرقي توصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ريان القطري، ويقترب من الانضمام للنادي الأهلي. المغربي سيحصل على راتب $1,000,000 في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه مصري، ليصبح الإجمالي 1,500,000 دولار. جوزيه جوميز بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي: تحسنا دفاعيا وأنا سعيد بذلك، ولكنني لست مسرورا بالنتيجة. صنعنا فرص ولم نترجمها إلى أهداف، وكانت لدينا فرصة ولكن اصطدمت بالعارضة. ولقد أعلن الصحفي فابريز روماني أن نيمار توصل إلى اتفاق مع نادي سانتوس البرازيلي للعودة مرة أخرى للنادي. والسلام عليكم ورحمة الله.